هاشتاغ هي ليميسيون اللي كتستضيف شباب كتناقش معهم كل المواضيع في شتى المجالات سواء في عالم التكنولوجيا وكذلك في المجالات الاخرى سواء اقتصاديا اجتماعيا ولما لا سياسيا. في هاشتاغ اليوم غنناقشوا موضوع الشباب والمقاوله وكذلك موضوع الربح من الانترنت، كيفاش نقدروا كاملين نستافدوا في الوقت اللي كنكونوا امام الحاسوب ديالنا، كيفاش نستافدوا اكبر قدر ممكن من الاستفاده ونربحوا فلوس من الانترنت. وهذا الشيء غادي نشوفوه، غادي يجاوبونا العديد من الاسئله ضيفي حلقه اليوم. معنا في هاشتاغ اليوم نور الدين الفقير. سي نور الدين مرحبا بك. مرحبا. معنا كذلك ياسر وعزيز. مرحبا ياسر. مرحبا. نبداو بنور الدين الفقير. عرفنا اكثر شكون هو نور الدين. هو نور الدين الفقير. Je suis président et fondateur de l'association Second Chance, directeur d'un centre Smart Center ou ingénieur en génie de procédés. على جمعية الفرصة الثانية فاش كتنشطوا بالتحديد؟ كنشطوا في الويب، دونك كنديروا دي فورماسيون دي كونفيرونس ودي زيفينمون على الويب على الانترنت. دونك كنا بدينا كنديروا دي فورماسيون على لي ديزاين لي بروغراماسيون اليوتيوب. دابا توجهنا ولينا كنديروا دي زيفينمون غير على كيفاش تخدم في الانترنت، دونك على لافيلياسيون اون جينيرال. داكوغ نور الدين الفقير. معنا كذلك ياسر وعزيز. شكون هو ياسر وعزيز؟ ياسر وعزيز خبير تعديل على تطبيقات الموبايل. 25 سنه بدار بيضاء. مرحبا. اذا مرحبا بياسر، مرحبا كذلك بنور الدين. حنا عندنا لي زانسبيكتور ديالنا هما اللي كيشوفوا كيدخلوا لي بروفيل ديالكم وكنشوفوا شكون هو نور الدين وشكون هو ياسر. اذا نتعرفوا عليكم في اول فقره اللي هي فقره بروفيل الضيف. اذا نبداو ببروفيل الضيف، والبروفيل ديالنا الاول هو ديال نور الدين الفقير. دخلنا البروفيل ديالك نور الدين وقينا واحد ستاتوي ديالك اللي هو كنشاهدوه حتى كتشوفوا دابا في الشاشه. فوالا هو هذا صباح العمل والكفاح ثم النجاح ليتحول لدولارات. مرحبا بكم بالمركز الذكي. كيف جاتكم هذه القاعه؟ فين كاينه القاعه بعدا باش نقول لكم؟ دونك هذه القاعه كاينه المركز الذكي في عين سبع، كاين في عين سبع اقامه الامان، دونك حدا مرجان عين سبع فين كاين. المركز الذكي شنو هو؟ الناس ما عارفاش شنو هو المركز الذكي. دونك هذا المركز الذكي هو ان سونتر اللي فيه مديور على قبل اولا يكون فيه واحد البارتي اللي هي اسباس كوركين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فين يخدموا، اللي عندهم لي بورتور ديال لي بروجي، ميم انا لي بورتور غير ديال لي زيدي اللي عندهم لي زيدي مي ما عارفينش كيفاش يديفلوبيها، كيفاش يامليوروا لي افكار ديالهم. دونك هذاك ليسباس خاص بهم يجيبوا حتى الافكار ديالهم ونشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا معاهم، نجيبوا لهم المتخصصين اللي يخدموا معاهم في هذيك الفكره ديالهم اللي باغيين يطلعوها، اولا الناس اللي عندهم بروجيات وما لاقينش بلايص فين يخدموا، اولا ما قادرينش يخدموا في الدار، اولا ما عندهمش موين باش يمشي يشري بيرو دير هكا. دونك فوالا اللي ما عندوش فين يقدر يمشي للمركز الذكي. ودايرين دي فورماسيون كاينين فيه، دايرين حتى دي سال دو فورماسيون في الديزاين، في لي فورماسيون حتى في لافيلياسيون وفي لي لونغ. دايرين دابا بعدين غير بالفرنسي غير اللي ما بغاش يخدم، غير اللي ما بغاش يخدم، اللي ما بغاش ديري لهم حتى كافي وديري لهم كل. دونك كلشي واضح. معنا كذلك ياسر. دخلنا البروفيل ديالك لقينا واحد ستاتوي غادي يبان امامك دابا في الشاشه، تهضرنا عليه. هذا الستاتوي هذا ماشي ستاتوي ولكن شاط، درتي كابتور ديكرون ديال شي واحد كنتي كتشاطي معاه، قال لك شكرا لك انقذت عائلتي وانا بدوري سأساند العائلات. عاودنا على قصه ديال هاد لا فوتو اللي بارطاجيتي. هذه غير سكرين من بزاف ديال السكرين اللي كنت كنبارطاجي مؤخرا من اجل تحفيز الشباب داخل في الموتيفاسيون. هذا علاش بالضبط صيفط لك؟ ماشي هو الاول ولا الاخر، يعني الا هبطتي غتلقى مثلا واحد 50 ولا 60 هادو غير اللي كنتصادف معاهم، ما كاينين بزاف ما تيدير. هذه كيفاش بدات فاش بديت في الدومين في 2015، يعني بدا محقق الحريه الماليه ديالو، يعني داكشي كنحلم به حقه وكثر كاع. بديت انني نحاول نعاون الشباب، ماشي بالضروره انه يكون صغر مني ولا يكون كبر مني، المهم شاب سواء مغربي سواء. بديت كندير لي لايف كنشرح في الدومين اللي خدام فيه انايا تعديل على تطبيقات الموبايل، كنحاول الموتيفي، كنحاول بلي لايف بلي بوست نصائح سواء بلي لايف سواء بالايفنت اللي كان نظمه الاخ نور الدين، سواء بلي بوست سواء بهذا. وبدات يمار ديال داكشي اللي كنت كندير في هذا العام هذا. يعني بزاف ديال الناس، هذا السيد هذا اللي هذا ماشي البروفيل ديالو، عنده بروفيل اخر، غير هو فاش بدا في الدومين اعتق راسو
وعتق العائله ديالو يعني، ولا زعما عنده واحد الدخول اللي يعاونو عاون لا عاون بالعائله ديالو. وكان شكرني في هذا البوست، قال لي وتا هو من ورا فاش، حيت انا ديما كنت نقولها في اللايف ديالي الا قدرتي حتى انت تحقق الحريه الماليه ديالك، حاول انت تعاون حتى انت الناس، صحيح. باش تكون واحد الموجه ايجابيه تكون في المغرب. هذا الدري في نهار ولا زعما تحقق واحد المدخول شهري، دارت هو هذا البروفيل ولا تيعلم فيه الديزاين للناس. داكوغ، حيت هذا هو التخصص ديالو. داكوغ. هادشي علاش نتوما اليوم نتوما ياسير ونور الدين هنا باش نحفزوا الشباب ونشوفوا واش خاصهم ينشئوا مقاولات ديالهم، واش يخدموا راسهم، واش يكونوا متحررين ماديا. نشوفوا نحاولوا نلقاو واحد تخريجه لهذا الشيء كما كتقول نور الدين ديما ياك. ولكن تعرفوا قبل على موضوع حلقه اليوم اللي هو مقاوله والشباب، كذلك غادي نهضروا على الربح من الانترنت، نتعرفوا اكثر على موضوع حلقه اليوم في هذه الصور. الربح من الانترنت حقيقة أو خيال في وقتنا الحالي؟ وإلا كان حقيقة فشكون فينا ما يبغيش يربح من الانترنت؟ بالتأكيد كل شيء غادي يبغي يعرف الطرق اللي تخليه يكسب مدخول عن طريق الانترنت، لكن لسوء الحظ ماشي كل شيء يقدر يقوم بأعمال إضافية بجانب وظيفته الأساسية أو الطالب اللي مشغول بالدراسة ديالو، بالإضافة للمواقع اللي تخليه من خلالها يحصل على مدخول مقابل خدمة معينة. بزاف ديال الطرق اللي كاينه اليوم واللي من خلالها كل واحد فينا قادر بمجهود يقدم خدمه تخليه يحصل على مبلغ سواء صغير او كبير من الويب، بحال تسويق المنتجات على المواقع الاجتماعيه او اخذ عموله او القيام ببعض المهام. اليوم في هاشتاغ غادي نشوفوا بالتفاصيل بعض من هذه الطرق، بحال كيفاش نشئوا موقع الكتروني ونزيدوا فيه اعلانات، او رفع فيديوهات على اليوتيوب وتحقيق ارباح من الاعلانات كذلك، او بيع الصور او بيع المنتجات المصنوعه يدويا، وحتى من كتابه مقالات او ترجمه نصوص الى اخره من الطرق. فإذا كنت مهتم بالربح عبر الانترنت خليك معنا في هاشتاغ اليوم. فوالا، اذا كان هذا فيديو تعريفي على الربح من الانترنت، ولا كنتي انت ولا انت مهتم بالربح عبر الانترنت فخليك معنا في هاشتاغ ديال اليوم. نتوما تفاعلوا معنا باستعمالكم هاشتاغ الربح من الانترنت سواء على فيسبوك على تويتر وكذلك لي ريزو سوسيو الاخرين. اذا نبداو حلقه اليوم نبداو في لي كيسيون. نور الدين، تعرفنا عليكم، تعرفنا على البروفيل الضيف. نبداو بمسائل اللي كتخلي الشباب يربحوا من الانترنت. قبل ذلك واش كتشوف بان الشباب في المغرب قادرين انهم يخلقوا ولا ينشئوا مقاوله؟ هو ماشي قادرين، هما قادرين، ما كيبقى المشكله اللي كاين هو خصهم داك التغلب على الخوف. خصو يتغلب من الخوف من ديك انه يطبق الفكره ديالته في الواقع. حيت حنا كاين عندنا المشكل، وكنعتقدوا ان الضمانات العيش ديالنا مرتبطه بانني نخدم سالاري ونكون عندي دوراقي ديالي، السنسس ديالي، الميتويال ديالي، المهم انني ضامن واحد الحاجه في الشهر. حسن ليا انني نغامر ونخرج من تما ونقدر نولي ضايع. دونك هذا الخوف هذا هو اللي كيخلي الا تغلبتي عليه دونك راك كتشد واحد الطريق اخرى، واحد الحياه اخرى جديده اللي ممكن توفر لك احسن بزاف من هذاك الشيء. وانا ما كاينيش انك راك اون فوا انت خدام راك غادي تخرج صافي راك غادي دير فلوس او لا هكاك. بيان سور راه خاصها خدمه تماره ديال بصح، اولا الا كنتي خواف راك غادي تبقى غادي خواف وعيش اللي كتحقق اهداف ديال داك السيد اللي تخدم عنده. ولكن ربما انت كتشوفها كنور الدين، كتشوف بانك الا خديتي داك لو ريسك وخرجتي ما خدمتيش في شركه، ولكن كاين اللي غيخرج ياخذ داك لو ريسك ويقدر يجيبها في راسو كما كنقولوا. راه كيبقى ديك الساعات كيبقى اولا ديك الفكره اللي عندك اللي انت لا غير باش ما نبقاوش باش ما نحفزوش الشباب انهم ياخذوا واحد الطريق ويقدر ياخذوها ما تصدقش كما كنقولوا ونوليو في هضره اخرى. لا هي ديك ديال تصدق ولا ما تصدقش تبقى بيديه. حيت واخا نبقى نقول له انا لا راه عندك دي زافونتاج ولا درتي راسك انا ما عنديش ضمانات باش انا غادي نقولها ليه، مي الضمانات راه عنده هو. حيت هو اللي عنده يعني ديك الفكره، هو اللي عنده ديك الفكره، هو الدرجه ثاني اش من نيفو وصل كيامن بديك الفكره ديالته بعدا اصلا. الا وصل كيامن بها ودار واحد لي تيو دو مارشي بينه وبين راسو وفي ورقه وستيلو اولا في البيسي ديالو وشاف تاني غيوصل والاهداف داكشي اللي باغي يوصل ليه راه غادي يوصل ليه، سي سيغمون انه غادي يوصل ليه. الا كان عنده شويه ديال الخوف شويه التردد غيرجعوا للور. حيت هو كاين في الحياه ديالنا كاين جوج الحوايج، يا تضرب تماره على باش تحقق هذاك السيد يدخل يحقق لي زوبجيكتيف ديالو ديال العام ويوصل فين بغا، يا تضرب تماره وتحقق شي حاجه اللي انت ديالتك. ايفيكتيمون غتعذب في الاول، ما يمكنش انك من الاول غادي تربح فلوس غادي تولي شاد الفلوس ديالك داير دار ديالك في الطوموبيل ديالك بيان سور لا، مي كتضرب تماره لواحد الحاجه لانك غتوصل لها سيغمون ان شاء الله مقدوره من الله سبحانه وتعالى وبالايمان بالخدمه ديالك انت وبديك التماره اللي غتضرب راه غادي توصل. انت نور الدين عندك مثلا امثله شباب كتعرف ناس انهم خداو لو ريسك وخرجوا ما خدموش في شركات، داروا دي بروجي ديالهم، امنوا بهاد لي بروجي ومشاو بعيد فيهم؟
وي كاينين امثله بزاف صراحه، كاينين امثله. دونك انايا كاين واحد المثال اللي كنضربو انايا بواحد الدري بزاف. هاد الدري هذا كان واقع له مشكل، ما مشاش كاع الخدمه لا في الانترنت لا خدم في الانترنت لا دار حتى شي حاجه. دونك الدري هذا كان عايش مع دارهم ما تباه. دونك ديكو مو ما خداماش، ما بقاش عندهم دخول لا هو لا خوتو. دونك اختار انه يخرج من القرايه يمشي يخدم. مشى كيخدم غير عند الناس في كراج علال اللي كيخدموا عندهم غير لي تيشيرت. دار مع السيد انك تعطيني تريكوات نبيع قدامك، داكشي اللي غادي نبيع غتاخذ البورسونتاج ديالك ونصرف داكشي ديالك وناخذ انا ديالي. دونك بقى بحال هكا، داك السيد كسب الثقه ديالو ولا غير بهذيك السلعه كيتزاد العدد. دابا تبارك الله راه دير فيلا قداش يضرب بوعزه، وفي ديك الفيلا دير مؤوزين. داكوغ، نشوفوا الراي ديال ياسر متفق مع نور الدين. متفق معاه 100%. والدليل الاخر زعما قبل ما نرجع، شوف ما يخلعكش، حتى تقدر تقول له لا لا علاش. كاين واحد المثال اخر، هو دابا انا كيف حياتي كامله كنعطي مثال براسي، حيت اكبر مثال ياسر نموذج، يعني ياسر ما مثلا ناخذ براسي ولا بلونطوراج ديالي، يعني الاخ ديالي ولا الاصدقاء ديالي، حيت كاملين بدينا ازيرو وما كانش عندنا مثلا قدامنا شي مثال اللي هو حي. يعني كنا كنسمعوا شكون كاين فلان في امريكان، كاين هذا ما كاينش شي مثال. قبل ما نرجع لهذه القضيه ديال الخوف، حيت الخوف هو اللي حابس الناس كامل، خصنا الشباب، حيت كلشي لا سي ان اس اس لا ميتويير حكا نبقى سالاري نبقى هادي عندهم مستقبلي. اما فاش كتجي تشوف ان الاثرياء ديال العالم كاملين خدامين اما في الويب ولا المهم فريلانس، بعدا خدام في هذا. خدينا مثلا مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، الا خدينا لاري بيج جوجل، بيل جيتس، ستيف جوبز الله يرحمه، بيل جيتس دي مايكروسوفت. وي هادو الناس كيبقى احسن مثال في هادو كاملين اللي كيبان لي انا هو ديال علي بابا. دونك يعني فريمون هذاك السيد كيجي لي انا الصين بوحدو، هذا تصنفوا بوحدو، القصه ديالو بوحدو، وهاد القصص ديال الناس كاملين بوحدهم. صحيح. بالنسبه لينا حنا كيفاش بدينا ازيرو، يعني كنا كنشوفوا دي فورماسيون بلونجلي ولا دير وما عندكش حتى انك عندكش لونجلي ما عندكش مزيان باش غتقدر دير. وبدينا واش دينا دي فورماسيون كيف قال الاخ نور الدين، خصك تخدم وتضرب شي شمال. يعني بدينا من الزيرو، من شي حاجه اللي ما كايناش كاع ما شاده انت في يدك كاع، يعني وخدام. لاحظت بانكم بجوج كتشجعوا ان الشاب يفكر انه يمشي يخدم على راسو يعني الا بقينا هكا الشركات تيخواو على الحساب هذا. لا هو كاين واحد المساله دابا باش نكونوا واضحين، حيت يعني ماشي رجال. لا دابا راه واخا تبقى تقول شي، واخا تبقى تقول راه ماشي كلشي غادي يمشي يدير مقاوله خاصه، ماشي كلشي غيخرج غيبقاو لنا السالاري، حيت انا ان سيغتان مومون غنحتاج دي سالاري. دونك راه كنشجع الناس، ولكن نعرف راه غادي يبقى واحد القيسه اللي خصك الناس اللي غيخدموا معاك. نفس القضيه عند ياسير عند اي واحد. دونك كاينين واحد النوع هو مخلوق هكاك، هو مدير هكاك، هو باغي يبقى بحال هكاك. داكور. ولكن كاينين جوج، كاين عاوتاني كيديرهم بجوج، مثلا كيخدم في شركه وميم طون كيخدم فريلانس، كيخدم كيدير دي بروجي عنده في الدار. هذه حتى هي نقدر نساند عليها، يعني في اي بروجي كيف ما كان في الغيال ولا في الفيرتشيال انت كديرها. خدام شركه وكدير باقي خدام شركه يعني بعدا واخا يكون خدام في الغيال ولا في الفيرتشيال يدير شي حاجه ديالو خاصه. داكور. يعني مثلا كان طبيب مثلا غيدير واحد لاكابين ديالو راسو، يعني غير هو باش تبقى انت خدام بواحد الصالير حياتك كامله ما غاديش تحقق لك شي حاجه اللي تحقق لك داك الشيء محدود. داكور. حنا غادي ناخذوا هذا الطريق اننا غادي نمشيو نخدموا بوحدنا، نخدموا كعمل حر، وغادي نشوفوا كيفاش طرق ندخلوا فلوس من الانترنت، ربح من الانترنت، كيفاش ندخلوا فلوس سواء عبر ادسنس، ادموب، لافيلييت، العديد من المصطلحات اكيد في الاول غتخلعكم، ولكن تيقوني من بعد كتولي عندكم حاجه سهله مهله. فاسيل ماسيل. خليكم معنا في هاشتاغ من دابا شويه غادي نتعرفوا على العديد من طرق الربح عبر الانترنت مع نور الدين وياسير. خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد، مازال مواصلين معكم في هاشتاغ تيلي ماروك. في هاشتاغ ديالنا اليوم كنهضروا على الربح من الانترنت. فعلوا نتوما معنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، يوتيوب والعديد. اختاروا الانستغرام والعديد، سناب شات حتى هو. تقدروا تصيفطوا لنا لي سناب ديالكم، تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا عبر الصفحات هاشتاغ وصفحات تيلي ماروك. مازال مواصلين مع نور الدين الفقير وكذلك ياسير وعزيز اللي اليوم غادي نحاولوا نجبدوا منهم العديد من المعلومات اللي تفيد الشباب اللي كيشوفونا دابا في هاشتاغ في تيلي ماروك. نبدا بك نور الدين. الربح من الانترنت، العديد من الطرق. نبداو بادسنس، نبداو بانشاء المواقع ووضع اعلانات ادسنس، جوجل ادسنس في الموقع. غير هو قبل ما نبداو بعدا كاين واحد المفهوم بعدا اصلا لقاش اللي غيسمع ربح من الانترنت كيقول راه صافي انا ندخل الانترنت راه صافي فلوس. دونك مي هو ابغي يدير الخدمه في الانترنت. دونك
خدمه في الانترنت. يبقى كاينه فلوس في الانترنت باش نتفقوا. كاينه فلوس في الانترنت، مي كون متاكد انه راه التمارين اللي غتضربها في الخدمه في الانترنت اكثر من التمارين اللي غتضربها وانت صالاري، باش نكونوا واضحين. ولكن من بعد كتسال مي هي المردوديه ديالها والنتيجه ديالها اكثر من انك تخدم صالاري. مي هي راه خدمه ديال بصح اكثر بزاف من خدمه هكاك. دونك انا اللي خدام. دونك انا باش جات الفكره اولا في الاول انا كنت كنسمع على ادسنس وتخدم في الانترنت وغادي تكون عندك الربح وتخلص من عند جوجل وهكاك، ما كنتش كنامن صراحه بالفكره، كانش بغا تدخل ليا. دونك كان صاحبي ياسين ديما كيضرب معايا ودير باج وشوف سيت وهادي وانا نخدم معاك وانا هكا. الفكره ما بغاش تدخل ليا، فهمتي داك الايمان بديك الفكره ديال انني فريمون غادي نربح من الانترنت ما بغاش تدخل ليا. دونك حسيت واحد النهار راني مريح وانا ندير باج بسميت واحد ستار في امريكا. دونك درت شفت كيفاش هكا، باقي ما كنعرفش نسبونسوريزي في الباج، ما كنعرفش ندير هادشي كنقول لك غير في هذا الاول ديال 2016. دونك مشيت كنبقاش درت سبونسوريزي دغيا الباج طلعت دير هذاك ستار هكا صافي. واحد لقيتها قلت غادي ندير سيت ويب، هضرت مع ياسين قلت له كاين قال لي صافي دير وحط عندي في الكونت ادسنس. داكشي اللي درت صافي ويبان لي اول دولار غادي يدخل. دونك فريمون ديك الساعات كي غتبدا ما اصعب هذاك الدولار الاول وما اسعدنا بهذاك الدولار الاول. صافي كتولي الفرحه ديالك بداك الدولار زعما فريمون اكثر من الصالير ممكن تشدوا لي فيه 5 الارقام اكثر من 10 دراهم، واخا دولار و10 دراهم. زعما فريمون واحد الفرحه هكاك. دونك من تما غادي تبدا. دونك ملي شفت هذاك اول دولار ديك الساعات عرفت انه راه هذاك الشيء بصح، داك الشيء راه كاين. دونك بدا الايمان، يعني من تما بديت الخدمه، بديت الباج الاولى الباج الثانيه وبديت لي سيت ويب. العديد من المؤتمرات نور الدين اللي كيديروا مؤتمر كيديروا فلوس كيعطيو كينصحوا الشباب كيموتيفيو لي جون. مي في اكيد الا ما كانش العزيمه وكان التطبيق ديال لي جون ما كيكون اكزاكتومون. حيت ملي جات فكره من تما كاينه باش بدينا كنديروا التظاهرات. ماشي كاع الناس كيخرجوا واخدين فكره ايجابيه وانه باغيين يتعلموا، حيت كاين اللي كيجي كينتظر انه ملي غادي يجي مثلا ملي درنا في ليفينمون ديال خويا ياسير، بالنسبه لهم ملي غادي يجي يحضر ليفينمون غيريح، غيقول له ياسير غادي طنطن شنو غيدير، غيمشي يراقب البيسي ديالو الغد اللي خصو يلقى الدولار الاول. لا ماشي هكا صحيح. لا راه ماشي، راه حيت هو ملي غادي يجي كيعطيك اولا كيموتيفيك، زعما كيبين لك ان داك الشيء راه بصح، وهذه اهم حاجه ان داك الشيء راه بصح. ثاني حاجه كيعطيك دي زاستيوس، هذوك لي زاستيوس كيحلوا لك الباب فين تمشي انت تقلب. ربما دوك لي زاستيوس هو ضيع فيهم وقت كبير، كيقول لك هو راه شحال من عام او شحال من شهر باش طاح على هذيك النقطه باش جا ربحك وعطاها لك ساهل، ولكن يعطي لك راه ماشي غتطبقها صافي نوض بسلامه راه ربحتي. لا خصك تقلب، وداك الشيء علاش كما قال ياسير وانه بقى الباب محلول مورا كل ايفينمون، بقى كيدير معاهم دي لايف، عارفين البروفيل ديالو، كيصيفطوا له في الميساج بريفي، كيصيفطوا له في الواتساب، عنده النمره ديالو. دونك اي حاجه خصاتك في ديك مورا ديك ليفينمون كتولي حتى وانت في طريقه السؤال ديالك عارف اشنو غادي تسول. داكوغ. ولكن نرجع عند ياسير واش اي واحد يقدر ينشا موقع ويدير فيه اعلانات ادسنس؟ لا مش اي واحد يكون بعيد على الويب ويجي يقدر انه ضروري خصو يكون يعرف اللغه ديال البرمجه باش يقدر انه يكري سيت، ومش اي واحد يقدر انه يكري سيت انه يقدر انه يربح منه. يعني خاصو يكون كيعرف الادسنس، يكون كيعرف الدومين ديال سيت ويب. كذلك يوتيوب نور الدين، كاين ناس اللي كيدخلوا شباب اللي كيدخلوا فلوس من يوتيوب، كيف ذلك؟ هادو كيديروا شان كيليا ان شان يوتيوب وكيليا بيوتيوب بارتنر، مي غير كيبقى عاوتاني باش يوصل انه يدير ربح هو على حسب الكونتوني فاش كيهضر، حيت ماشي اي كونتوني ممكن يجيب لي الفلوس. نفس القضيه حسب بالنسبه لي سيت ويب. دونك ماشي الكونتوني كيلعب دور مهم في الربح بعد اصلا. يعني الا كنفكر انه هذا السيد هذا غادي يدير سيت ويب ولا غيدير شان في يوتيوب وغيضرب عليها تماره، راه الا ما كانش واحد الكونتوني اللي عنده لي فان بزاف اللي غادي يمشيو له راه ما غاديش ما غيربحش. اشرح لنا اكثر نور الدين. مثلا انا بغيت ندير دابا انا بحال مثلا دابا نديروا انك مثلا دري في المغرب او دريه في المغرب وبغى يدير واحد الكونتوني ديال مثلا ديال الصحه، كيهضر على الصحه. وي دونك كيهضر على الصحه هنايا في المغرب، ملي غادي يدير هذا الكونتوني كيكتبوا بالعربيه وموجه للمغاربه، دونك داك الربح ديالو غيكون قليل بزاف، ما غنقولوش من العدم، غيكون قليل بزاف. داكوغ. نمروا الان الادموب، وما كاينش اللي غادي يشرح لنا ادموب قد اكثر من ياسير. ادموب نفس الشيء اللي كاينه في ادسنس، كاينه ادموب لا ريجي بوبليسيتير اللي كتكون في لي سمارت فون. يعني لي زابليكاسيون دي فوا كندخلوا في لي سمارت فون ديالنا كنلقاو دي بوبليسيتي اللي كيطلعوا لنا، هذيك هي ادموب. شرح لنا اكثر يا ياسير. ادموب هو واحد ادسنس، بدا ادسنس كتقسم لبزاف. كاينه ادسنس ديال لي بلوغر ولي سيت ويب، كاينه يوتيوب بارتنر ديال يوتيوب،
كاين ادموب اللي مكلفه بلي زابليكاسيون موبايل، يعني هي اللي مكلفه. يعني انت فاش كتاخذ مثلا قبل كان خصك شي ابليكاسيون انها تكري ازيرا، يعني تكري. دابا حاليا ولاو لي كود سورس ديال هذوك لي زابليكاسيون، يعني وكتجي انت كتاخذ واحد الكود من ادموب اللي هو الكود الاعلانات، كتحطه في التطبيق ديالك وديك الساعه كتروجو. نعم. ولكن واش سوق التطبيقات ولا كبير ولينا دابا بزاف كنشوفوا الملايير من لي زابليكاسيون اللي كاينين في جوجل بلاي ولا في الماركت بليس ولا في الاب ستور. واش المارشي ديال الموبيل حتى هو كيستحق ان لي ديفلوبور ولا شباب انهم يفيزيو حتى هما يصايبوا دي زابليكاسيون اللي ترجع لهم فلوس؟ فوالا، حيت حاليا ومن هنا للقدام كلشي غيولي بالسمارت فون. يعني دابا حاليا اللابتوب ولا هذا غادي داك الشيء غيولي اللابتوب، يعني الناس اللي خدامين في الويب ولا شي حاجه، اما باش تكونيكتا ولا باش اي حاجه كاينه في التليفون سي الموبيل. يعني كلشي يكون في الموبايل. يعني السوق يعني غادي كيكبر، يعني كلما كانت يعني المنافسه غتكبر على المارشي حتى هو غادي يكبر. يعني مع المطورين، نتوما المطورين ديال تطبيقات الموبايل قلال لا ياسر؟ لا حاليا، يعني حاليا غادي داك الشيء غادي يتزاد. كنا حنا بدينا في الاواخر ديال 2013 كانت المنافسه يعني قليله، لكن بالنسبه لي زعما انا حاليا وباقي المنافسه قليله. يعني بالنسبه لشي حاجه اللي هي بروفيسيونيل، شي خدمه اللي هي مزيانه، يعني باقي المنافسه وباقي كاين ما يدار. يعني كاين منك بزاف، يعني كاين دي كونكورون ديالك ياسر هنا في المغرب؟ نقدر نقول لك الدراري اللي خدامين دابا حاليا مثلا في الموبايل في المغرب، نقدر كيبان لي انا زعما كيبان لي تقدر تكون واصله لديك 60,000 شاب ولا 50,000 شاب هنا في المغرب. يعني في المغرب. ولكن علاش ما كنشوفوش مثلا شركات بزاف ديال الشركات اللي ما عندهمش ان ديبارتمون ديال ديفلوبمون موبيل؟ يعني كتلقى ايكيب ويب اللي متخصصه فقط في لي ريزو سوسيو، ولكن ما كتلقاش دي ديفلوبور دي سمارت فون. يعني كتلقى دي زابليكاسيون اللي ديال الشركات كيديفلوبيهم، يعني كتلقى بروفيل ديال ديفلوبور دي سمارت فون للشركه. علاش هذا البروفيل ما كيديروه الشركات هنا في المغرب؟ هذا هو اللي دابا انا كاين واحد الخصاص كبير في المغرب، هما في البروفيل ديال لي انجينيور في الموبايل. يعني وحاليا يلاه بديت كنلاحظ هذه القضيه ديال الشركات ولاو كيتوجهوا للموبايل. اما حاليا كاين نقص. واش كيسيون حتى في المقررات الدراسيه ما كتقراش بزاف، ما كيتقراوش لي موديول ديال تطوير تطبيقات الهواتف الذكيه؟ لا كاينين حاليا. ليكول ديال لي زانجينيور كاملين فيهم الكوتي ديال الموبايل. ولكن واش دوك لي موديول كافيين ان شاب يقدر يطور ابليكاسيون من ا حتى زد؟ لاخاطش كنلقاو اسم اندرويد، كنلقاو الاي او اس، كنلقاو العديد من لي لونغاج موبيل ديال ويندوز فون. ولكن واش الشاب قادر انه يصايب ابليكاسيون فقط من قرايته، ولا خص ضروري اوتو فورماسيون في دارو؟ لا، هي ضروري في اي حاجه، يعني ضروري خصك واحد فورماسيون خاصه. انا بالنسبه لي زعما حيت عندي علاقات بزاف مع دراري ديزانجينيور حاليا عاد متخرجين، ودراري عاد تيبان لي مستوى باقي ضعيف في المغرب، مستوى باقي ضعيف بزاف. يعني باش بدا ما يقدر يوصل لذاك النيفو انه يصاوب شي ابليكاسيون اللي بروفيسيونيل اللي هي يقدر انها تولي عالميه، باقي ما وصلناش لذاك المستوى. يعني باش انك تبغى شي ابليكاسيون اللي هي عاديه، الحاجه اللي هذاك يمكن. بلغه الارقام، اون ابليكاسيون شحال تقدر تدخل يوميا في الفلوس؟ يعني ابليكاسيون، عندي ابليكاسيون بار يعني ديفلوبيتها بوبلييتها في جوجل بلاي ولا في الاب ستور ولا في ماركت بلاي، شحال تقدر تدخل؟ انا نقدر حيت ما غاديش نهضر معك شي حاجه اللي سامع، شي حاجه اللي شايفها، وشي حاجه اللي تقدر توصل ل 100,000 درهم. 100,000 درهم في النهار؟ هذه شي يعني حاجه 10 المليون في النهار. هذه شي حاجه اللي زعما شايفها قدام عيني، يعني شي حاجه اللي كتكون شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل. كاينين ارقام خياليين، ولكن كتسمع ناس في اوروبا، ناس في هنود، ناس فلبينيين تقريبا كيدخلوا. كاين ناس تقدر توصل حتى